طلع علينا صحفي سوري اسمه غسان ياسين. بيقول ايه بقى الباشا؟ بيقول العلاقات مع مصر لن تتحسن لأن النظام المصري جاله رعب خوفا من نجاح سوريا، حتى لا يقال عايزين نبقى زي سوريا. ده صحفي سوري اسمه غسان ياسين، مقرب من النظام السوري، مقرب من أحمد الشاعر. الحقيقة الجماعة السوريين دول عندهم فوقية رهيبة، يعني حالتهم حالة. انت الطول تبقى زي مصر، انت الطول تبقى زي مصر يا وانت يعني هب انك انت دولة صغيرة رحت او جيت، يعني انت دولة يعني بالنسبة لمصر يعني ولا حاجة، يعني ولا حاجة. يعني سواء مين اللي هيقول احنا نبقى عايزين نبقى زي سوريا على ايه؟ على الديمقراطية اللي بتخر من سوريا والإعمار انتوا يا ابني بص، انتوا بقيتوا منطقة نفوذ إسرائيلية أمريكية تركية بتمويل من دول الخليج بس. ترى الخليج ما بيموتكمش حبا فيكم يعني، لا ده نكاية في النفوذ الإيراني يعني بس، وهتبقوا ورقة محروقة في يوم من الأيام وانتهينا بس. يعني لأن يعني معروفين، انتوا معروفين يعني وللأسف الشديد أنا اتكلمت أكتر من مرة موجه كلامي للشعب المصري والحكومة المصرية بخطر وجود السوريين في مصر، السوري والفلسطيني، الشوام عموما. وأنا من زمان يعني من زمان، يمكن من أوائل الحملات اللي نبهت لخطورة تواجد السوري والفلسطيني على أرض مصر الحقيقة، وما زلت لآخر لحظة في عمري أنبه المصريين، على الأقل المصريين يسمعون، على الأقل شوف سوري ما تسيبوش، اخبطوا كلمتين كده في جنابه، قول له هم مش بيقولوا، هم قاعدين. على فكرة أنا كنت أول امبارح ماشي كده في الشارع ولقيت كافيه، معرفش بحسبه مصري يعني جديد كده في المكان اللي كنت فيه، فقعدت اشرب قهوه. شوف انا قاعد، شوف الهدوء بتاع المصريين، قاعدين جنب المصريين محترمين، هدوء. جه لقيت 3 سوريين ازعجوني، صوت بقى من اللي بالكوا فيه الله. فقمت حاسب، الولد اللي بيشتغل مصري شباب كده بيقول لي ليه ماشي بسرعة وبتاع، قلت له والله أنا السوريين اللي قاعدين دول أزعجوني. فواحد من جوه بيقول لك مالهم السوريين؟ قلت له أنت هو المحل ده الكافيه ده بتاع سوري لسه مفتوح جديد في مول جديد في منطقة في أكتوبر جديد؟ قال لي قلت له والله لو اعرف. شوفوا بقى عشان كلكم تعملوا كده عادي كده ما انكسفتش. قلت له والله لو اعرف ان هو محل سوري كافيه سوري ما انا داخل. ليش؟ قلت له مالكش دعوه بليش، انا بحب اخش اتعامل مع مصريين في مصر، المصري اولى، واقعد على كافيه مصري صاحبه مصري واللي شغالين فيه مصريين، واحب اطلع فلوسي كده من جيبي اديها لمصر حتى لو غالي شويه. ليش احنا قلت له هو مش قول لي كده، هو مش احمد الشرق خلاص سوريا انتوا مش كنتوا جايين هربانين من 15 سنه من براميل بشار، والحين دلوقتي
مصدعين دماغنا، سوريا سوريا سوريا، وبقت واحمد الشرعي راح، احمد الشرعي جه وبقت تمام. فاتح ليه جديد؟ انا بحسبكم بتعزلوا. فضحك ضحكه صفرا كده. قلت له لا انا مش عايزك تضحك لي ضحكه صفرا، انا عايزك تجاوبني. ليش ما بترجعوا بقى بلدكم سوريا؟ ما بيقولوا احمد الشرعي وسوريا اتحررت وبقت تمام. ضحك ضحكه صفرا وما قدرش يتكلم. طبعا انا مباشر كده وصريح، يعني عشان ياسين ده وغيره، غسان ياسين وغيره، بتقابل كده السوري وبعدين اتعامل مع اخوك المصري. احنا بلد يعني خلاص بقى، انتوا كنتوا زمان متعاطفين معاهم عشان ظروفهم، وكانوا بيتمسكنوا ويقول لك بشار بيضربنا دلوقتي ما عادش خلاص. دلوقتي ما عادش، هو ما بيقدمش حاجه جديده. المصري بيقدم احسن منه، مطاعم المصريه انظف وافضل، لو عربيه فول مصريه واي شيء. روح لاخوك المصري، وانا عن تجربه، وانا بتكلم عن تجربه. اخوك المصري هو اولى بيت مصري واسره مصريه، وبتطلع فلوسك كانك بتطلعها من جيبك اليمين بتحطها في جيبك الشمال. هم بيعاملوك كده، هم ما بيحبوكاش. هو يضحك عليك ويقول لك انا تكرم عيونك وبحب، انما هو ما بيحبش مصر. هو ما زيه زي الصحفي ده غسان ياسين، وزي الشرع اللي شكر كل البلاد العربيه الا مصر، وقال لك مصر احنا مش هنعمل معاها علاقات قوي عشان مش متقدمه قوي، وقارنا بتركيا ودول الخليج. هم دول السوريين، كل واحد فيهم احمد الشرع. ففوق بقى مصريين. نفع اخوك المصري، نفع اخوك المصري. ضيق عليهم، الحكومه مش راضيه تسمعنا، ضيق عليه عشان ما يلاقيش ويمشي، يلم جش ويرحم. وعلى فكره اكتب تصريح غسان ياسين وانت هتعرف، السوري، الصحفي السوري بشان العلاقات مع مصر، وانت هتعرف هم بيبصوا لنا ازاي. نفس الكلام. وهم ايه اللي بيضمروه في نفوسهم لنا؟ الا من رحم رب، إلا من رحم ربي، نسبة قليلة جدا. وعلى فكرة السوري والفلسطيني وجهان لعملة واحدة في كرههم لمصر وعدم حبهم لمصر والمصريين، وإن قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. طاب مسائكم زي الفل.